غادي يهربوا لك بزاف الفيديوهات. الناس ما بغاتش تبربلوا بعد حكم الامم المتحده او مجلس الامن لصالح المغرب بالحكم الذاتي، والان الصحراء مغربيه باعتراف الدول العالم الخط. بطبيعه الحال هاد الناس هرب لهم، ما بغاش يتقبلوا نهائيا حل الحكم الذاتي، وردات فعل هيستيريا في البلاطو الجزائري. بطبيعه الحال غادي نشوفوا، ما يمكنش ما تتبعش هذا الفيديو حتى الاخر، غادي تخرج بواحد الخلاصه بان هاد الناس مراد بشي حاجه سميتها المغرب. لا ماشي غير في الصحراء الغربيه. شوف استاذ سفيان، تفضل. غادي نتكلموا على الملف هذا. شفنا لما صدر هذا القرار العاهل المغربي توجه بكلمه الى الرئيس، وهذه سابقه. من اليد الممدوده ومن هنا تغطيه العالم الوطني. وجه جلالة الملك دائما في خطاباته كيمد اليد ديالو للجزائر، ماشي حتى تم اعتراف من مجلس الامن بالصحراء المغربيه. كلمة إلى الرئيس الجزائري، وكأنه خلاص يعني كان يتكلم في السابق، كان يتكلم إلى الجزائر، إلى شقاق الجزائريين وإلى غير ذلك. هذاك الكلام المسموم الكاذب الذي ليس يعني هو يسوق من هنا، والخدائع والمكائد علنا الآن فيه علنا. قلت بأنه بعد منطوق هذا القرار تأتي، راه ما كيجيهمش الناس، راه ليلا ونهارا خصك تشوف القناه الجزائريه الاخباريه، راه بزاف اصاحبي. تصريحات العاهل المغربي إلى الجزائر على أساس أنه خلاص حلت القضية الصحراوية وأصبح وراه حلت القضيه الصحراويه. شنو بغا شنو، راه سالت اصاحبي، راه سالت هذه زمان. المسيره الخضراء الحسن الثاني رحمه الله سالت. الناس هاد راهم كيبيعوا الوهم لراسهم، وكيبيعوا الوهم للشعب الجزائري الشقيق. بطبيعه الحال باغيين يوصلوا له بان الصحراء بانها يعني محتله، وبطبيعه الحال كما كنعرفوا بان بلد الصحراء مغربي، وهنالك بعض المناطق حتى هي مغربيه، بلا ما نهضروا كل شيء عارف التاريخ. حتى الصحراء المغربية وكذا معناتها نحلوا المشكل. وكأنه يراد لأن الخلاف الجزائري المغربي هو سببه الصحراء المغربية، وهذا غير ذلك. دائما نقول باللي أن هذه نقطة. أنت كنت تتكلم على المواقف الثابتة، المواقف الجزائرية الثابتة، سواء ما تعلق بالقضية الفلسطينية أو ما تعلق بالقضية الصحراوية، نفس الموقف، ولكن النظام الرباط يريد دائما أن يجعل بأن سبب الخلاف أو سبب القرارات الجزائرية فيما يتعلق بغض الخلاف الجوهري بين المغرب والجزائر هو من مناطق. هنالك مناطق جزائرية عند الجزائر أعطتها لهم فرنسا منذ استعمار فرنسا للجزائر. هذا تاريخ يعيد نفسه، أعطتها فرنسا بعد استعمار الجزائر، وكانت مناطق مغربية بشار وتندوف، وتمت ضمتها بطبيعة الحال الاحتلال الفرنسي للأراضي الجزائرية، بأنها كانت عارفة جغرافيا بأن هذه المناطق يعني مليئة بين الموارد الطبيعية، الغاز والبترول، وديك الشيء علاش ضمت. هذا هو الخلاف الوحيد والمنبع الوحيد اللي بين الخلاف بين المغرب والجزائر. والجزائر دائما تخاف بأن المغرب يأتي يوما من الأيام ويتكلم على هذه المنطقة. ديك الشيء علاش باغا تبقى المشكل ديال الصحراء المغربية مشكل طويل وطول، كل ما طوال كل ما مزيان لصالحها. هذا هي الحقيقة الجغرافية، ماشي كنقول أنا شي حاجة من راسي، ولكن هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة. يمكن لكم تبحثوا في كتب أو على مواقع التواصل الاجتماعي وغادي توصلوا للحقيقة كما هي. الحدود، بغلق المجال الجوي، برفض فرض التأشيرة، هذا كله كان يدخل ضمن على أساس أن القضية الصحراوية إذا تمت تسوية القضية الصحراوية فالملفات قد حلت، ولكن الحقيقة غير ذلك، لأن الملف خلاف الجزائر مع المغرب هو خلاف عميق، والقضية الصحراوية ما هي إلا نقطة من النقاط، ولا يمكن، لأن حتى الخلاف لم يكن، الخلاف كان قبل ما تنشأ هذه القضية الصحراوية. الخلاف
بداية يعني محطة أساسية وثابتة، وهي حرب خوت بالنسبه لبوليزاريو راه ما كاينش بوليزاريو نهائيا. هذه نقطه غادي نضيف لكم قبل ما نكملوا الفيديو. بوليزاريو راه تم التاسيس ديالها بطبيعه الحال من الدعم من ليبيا منذ سنوات عديده، وكذلك الدعم من الجزائر، ذلك لتضييق الخناقه على المغرب بطبيعه الحال. وكيشوفوا ان المغرب هو مغرب بلد مؤثر افريقيا، بقوى عظمى في شمال افريقيا، وداك الشيء علاش خلقوا البوليزاريو من اجل تشويق الخناق على الآفاق والمشاريع الكبرى اللي ماشي بها محمد السادس نصر الله في تقدم مستمر وازدهار من جيل إلى جيل. ما يسمى بحرب الرمال 63 هذه ما زالت لحد الان، ما زال الجزائر ما زالت تطالب بالاعتذار. صحيح، هذا في الملف الجزائري المغربي. لكن بالحديث والعوده اللي عرف الخوت حرب الرمال اللي تم توقيف حرب الرمال سنة 1963 بعد استقلال الجزائر، بعدما كان طالب المغرب بأرضه يعني بشار وتندوف على باش يرجع بطبيعة الحال الأراضي المغربية. تمت حرب الرمال، وتم اتفاق إطلاق النار بطبيعة الحال بعد تدخل الوحدة الإفريقية، هي بما تسمى الآن الاتحاد الإفريقي، وكذلك الدول العالم. هذه هي حرب الرمال. وهذا الجزائري كيقول لك هذا هو الخلاف الأوحد أو الخلاف القديم كما قلت لكم من قبل، هذا هو الخلاف الجوهري بين الجزائر والمغرب. حديث إلى آخر تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسعود فارس بولز، هل فعلا النظام المخزني والنظام المغربي هو بهذه الدرجة من الهشاشة اللي يصدق اليوم تغريدة بعد 5 أو 6 سنوات يصدق كلمة، ثم بعد ذلك يفرح شعبه ويخرج إلى احتفالات، ثم بعد ذلك يصدم بتصريحات رسمية لهذا المستشار ويفند من خلالها السردية المغربية؟ شوف يا أستاذ، أنا لا. هل النظام المغربي راه بهذه الهشاشة هذه؟ النظام المغربي اسمع اش كيقول لك. دابا مجلس الامن دول عظمى اعترفت بالحكم الذاتي ووافقت على الحكم الذاتي، ويقول لك النظام بزاف راه بزاف. شوف، هذا النظام الذي أصبح نظام وظيفي هو يسوق للشعب المغربي هذا أكذوبة الصحراء الغربية أو أكذوبة الصحراء هروب من الواقع الاجتماعي والاقتصادي. لا هذه نأكد على أن هذه ما هذا استشارة أو هذا يعني كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي هو الذي أشار على الحسن الثاني، لأن هناك انقلابات من الجيش المغربي، كانت هناك انقلابات خاصة في الخمسينات والستينات والسبعينات، كانت هناك ما يسمى كما حدث في مصر انقلاب على الملكية وانقلاب على النظام الملكي، ما يسمى بالضباط الأحرار. نفس الصورة انتقلت إلى المغرب. الخوت لا لاحظت في الحديث ديالو ما عندوش جواب مقنع نهائيا، ما عندوش حجج وبراهين، كيهدر بعشوائيه، كينتقل من موضوع الى موضوع اخر بدون منطقيه. لا شفتوا في الحديث هذا السيد الجزائري انقلاب الصخيرات. معنى ذلك النظام الرباط او النظام العلوي كان يريد ان يحمي هذه سلطة القصر، فاشار عليه كيسنجر، قال له عليك بخلق هذا الملف وهو ملف الصحراء الغربية حتى تلهي الشعب، لا يلهي الجيش، يلهي المؤسسة العسكرية، حتى يخلق لها ملف يلهيها حتى لا تفكر في القصر الملكي. هذه الحقيقة. الحقيقة الخوت والله العظيم الحقيقة هي هاد العكس. هاد الحقيقة اللي قال هاد السيد هذا كتنطبق على الكبرانات ديال الجزائر بكل صراحة وواقعية. خلقوا هذا المشكل من أجل إلهاء الشعب الجزائري الشقيق وعدم مطالبته بالأموال الطائلة والغاز اللي كتدخل الدولة الجزائرية. وثم كنعرفوا بأن الشعب الجزائري الشقيق مجموعة من المواطنين يعانون في فقر وتهميش كامل
كامل، وطبيعة الحال خلقته الدولة الجزائرية من أجل إلهاء الشعب الجزائري الشقيق بطبيعة الحال. وأنا كنظهر هنا على بطبيعة الحال على قيادات الجزائر بطبيعة الحال. وهو كيقول لك بأن المغرب يعني نسيب لنا ديك الشيء هذاك اللي حنايا، وغطى على راسو خوت هاد الناس هذا راه بزاف، راه ما يمكنش ما كيتقبلوش الأمر الواقع. المهم الله يهديهم علينا، والله يدير شي تاويل الخير مع هاد الناس. حتى لهنا كوسالينا هذا الفيديو، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو خفيف ظريف. نتمنى لو كنتي اول مره كتشوف العائله ديالنا الصغيره المتواضعه جدا تقدر تولي واحد من العائله ديالنا الصغيره، كنناقشوا فيها بما هو يخص السياسي، كنناقشوا ماشي كنقولوا حنايا، كنناقشوا وما كنضربوا حتى شي دوله، بعد كنناقشوا داك الشيء اللي كيقولوا وكنحلوا بالمنظور ديالنا الطبيعي، بعيد عن القذف او السب أو قول أشياء لا واقع لها على أمر الواقع بطبيعة الحال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.